عثر الأهالي اليوم السبت 18 تشرين الثاني نوفمبر على جثة فتاة عليها آثار طعن في منزلها بريف الحسكة. وقالت مصادر إعلامية محلية إن المدنيين عثروا على جثة الفتاة ريتاج أوسي وعليها آثار طعنات وإطلاق نار داخل منزلها بمدينة القامشلي، وذلك بعد مرور نحو 4 أشهر على زواجها. وكان الأهالي عثروا على جثة المدرسة معالى الثجة في منزلها في حي المغنية بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربية الخاضعة لسيطرة قوات سوربا الديمقراطية قسد في وقت سابق بعد سرقة أموالها ومصاغها الذهبي. يشار إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد ومناطق سيطرة الجهات الأخرى تشهد حالات خطف وقتل بسبب غياب أجهزة الأمن.